السلام عليكم. هو مواقف بتحصل في الافراح، انا واحد من الناس بعترض عليها، ولكن في المجمل كل واحد ليه رايه اللي بيحترم. ببساطه خالص، هو لازم علشان افرح في فرحي او في فرحها نفضل نبوس بعض كاننا بنعمل فيلم معين؟ هو لازم علشان الفرح يكمل او علشان الصوره تتاخد شكلها حلو لازم هنا تبقى هنا بمنظر معين ومنظر مستفز؟ هو لازم علشان الليله دي تبقى شكلها كويس وعشان انا ابقى شبح وعشان انا ابقى حاجه كبيره قوي لازم البوسه تبقى شكلها غريب وشكلها؟ كتر الموضوع ده قوي في الافراح، وعلشان اخد الفوتو سيشن او علشان اخد صور معينه بتبقى الحاجات دي، وللاسف كمان بتبقى بالفيديو وبتبقى مصوره وبتنزل على وسائل التواصل الاجتماعي. انا ساعات بحس ان الاتنين بيعملوا فيلم اباحي. الاتنين اللي بيعملوا كده اللي متجوزين اللي داخلين ليله دخلتهم بيعملوا حاجه مش ظريفه او مش لطيفه. رايكم في حاجه زي كده ايه عشان ما نطولش في الموضوع؟ راي ابوكي ايه وانت بتتعملي؟ جوزك على راسي من فوق، ولكن راي ابوكي وامك في حاجه زي كده ايه؟ طب راي ابوه وامه ايه في حاجه زي كده ايه؟ مع احترامي الشديد جدا لكل الاراء، هنحترم الراي. انا واحد من الناس بقول انا ما برضاش على حاجه زي كده، وحضراتكم برضو ليكم الراي، وحضراتكم برضو احنا هنحترم ارائكم. ولكن في المجمل رايكم ايه في الحاجه زي كده او في الموقف ده تحديدا؟ ومحدش يقول لي الفرحه، هي الفرحه مش هتكتمل الا بالليله دي كلها. طب انت تبقى فيك نخوه ازاي وانت بتعمل كده قدام الناس دي كلها؟ منظر غير ادمي انا شايفه كده بصراحه. رايكم في حاجه زي كده ايه؟ على وعسى ممكن يبقى رايي غلط وممكن برضو استفاد برايكم. ربنا يا رب يسعدكم ويسعد الناس كلها ويسعد بناتكم واولادكم، ولكن برضو خلي بالكم في ناس وفي عيون بتبقى عليكم. السلام عليكم.